السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وده فيديو تاني في سلسلة أو في عدد من الفيديوهات هيبقى ليه علاقة بالتوعية، ودي برضو استمدوها من تجارب شخصية مثلا أنا يعني مريت بيها. في لو أنت بتتعامل في الحياة اللي أنا بقولها دي كلها، سواء الفيديو ده أو الفيديو اللي فات برضو اللي هو ليه علاقة بالأمور اللي فيها نصب وليها علاقة بالتداول وهكذا. أنا متأكد مليون في المية إن هي يعني بعد توفيق ربنا هتكون سبب في إنها يعني تحذر ناس كتير جدا من عمليات نصب ممكن تحصل. لو انت دلوقتي هتتعامل اونلاين، ركزوا بس بالله عليكم في اللي انا بقوله. لو انت هتتعامل اونلاين وهتشتري منتج او خدمه او اي حاجه يعني زي مثلا في المثال اللي انا قلته امبارح، موضوع التداول، ان في ناس مثلا بتقول انه انا هتكلم على ليفل تاني بقى من السذاجه، بس ليفل شيك شويه، انه انت لو حولت مش عارف ايه هتاخد ايه، او مثلا الفتره اللي فاتت كان في حد منزل ان الاشتراك بتاع ابلكيشن كانفا فري بمبلغ بسيط مقارنه بالمبلغ اللي ممكن تشتريه من على المهم يعني. هتشتري منتج من حاجه معينه، ايا كان لازم تسال نفسك سؤال مهم جدا 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 للناس اللي انت بتتعامل معاهم او المكان اللي انت بتتعامل معاه. انتوا مين؟ يعني انتوا مين في حاله انه حصل خلاف، في حاله ان انا اكتشفت ان الحياه مش مظبوطه، اتنصب عليا، ضحك، ايا كان، انتوا مين؟ هوصل لكم ازاي؟ تمام. لو ما لقيتش اجابات على كل الاسئله اللي بتدور في ذهنك، فكك من المكان ده او من الشخص ده، وهتلاقي ناس كتير واماكن كتيره بتقدم الخدمه دي او المنتج ده، وناس معروفه وناس موثوق فيها وناس تلاقي اجابات على نقطه انتوا مين. انتوا مين؟ لو انت بتتعامل مع شخص، انت مين؟ فيبدا يعرفك بنفسه بشكل انت تثق فيه. انت لو طلبت صوره بطاقته يبعتها لك، ليه؟ لان هو ماشي دغري، هو ماشي يمين. لو هو مكان وانت طلبت السجل التجاري، المكان ده ليه سجل وبطاقه اضرب وطلبتهم يبعتهم لك. لو انت طلبت صفحته الشخصيه يبعتها لك. والحياه اللي يبعتها لك اتحقق منها، اعمل تحقيق منها. بمعنى انا ممكن مثلا شخص اكون بتعامل معاه في حاجه كبيره او في مبلغ كبير او ايا كان، واطلب منه صوره بطاقته. في ناس كتيره بتضرب صور بطايق، تمام. فطلبت صوره بطاقه فبعتها لي، انا برضو هبقى مخون، حقي ان انا اطمن لكل حاجه. فاروح مثلا صوره البطاقه دي مكتوب فيها عنوان كذا وكذا وكذا، فهحاول اوصل لناس من المنطقه دي واسالهم عن الشخص ده. لو اكدوا لي يبقى انا خلاص، في حاله ان حصل اي خلاف انا هعرف اوصل للشخص ده، تمام. وبيجي عندي يقين ان الشخص ده موجود وشخص حقيقي وموجود في الحته الفلانيه. طب انا بسال على شركه، قالوا لي ان العنوان بتاعهم في الحته الفلانيه. قبل ما اتعامل بلاش الدلقه وبلاش الطمع، تمام. وتاكد تماما ان الخدمه او المنتج اللي انت بتسال عليهم مش ده المكان الوحيد او ده الشخص الوحيد اللي متميز بيها او موجود عنده مش موجود عند غيره. لو ما لقيتش اللي يطمنك ما تتعاملش. نقطه تاني، انت اتاكد بنفسك بطرق بعيده عن دايره الشخص ده. يعني مثلا ما تعتمدش الريفيوهات، ما تعتمدش ان في مكان مثلا معمول له ريفيوهات او في شخص معمول له ريفيوهات. لا يا باشا، ممكن يكون هو الريفيوهات دي معموله من الناس تبعه، راح ل 20 30 شخص ناس تبعه وعملوا ريفيوهات وعملوا حاله، تمام، علشان يوهم اللي هيتعاملوا معاه ان انا لا شغال وان انا موثوق فيه، وادي ناس بتقول عني ريفيوهات كويسه. انا حصلت معايا قبل كده ان انا كنت هشتري حاجه مثلا معينه جايه استيراد وكان سعرها رخيص قوي قوي قوي، فقلت مش مشكله نتعامل ونشوف وبتاع، ودخلت الصفحه لقيت ريفيوهات ولقيت اراء ولقيت الناس استلمت اوردرات والدنيا لذيذه، ورحت داخل من احد الناس في الكومنتات وسالته، قال لي الدنيا زي العسل وده الناس موثوق فيها وادي صور الحياه و والمهم رحت باعت فلوس عربون فعلا. وبعد كده الناس دي كلها عملت لي بلوك، كل الناس دي عملت لي بلوك. فتيقن وتاكد من الامر بنفسك بالطرق اللي انا قلت عليها. ولو ما لقيتش اللي يطمنك، سواء في خدمه انت عايز تحصل عليها او في منتج انت عايز تشتريه، لو ما لقيتش يطمنك في حاله في اجابه سؤال انتوا مين او انت مين بشكل يخليك تتيقن مين ده. يعني مثلا لما تيجي تتعامل معايا هقول لك والله انا مثلا شركه دير، وده ومقر شركتي في المنيا وعنواني كذا، وده السجل ودي البطاقه ودي صفحتي الشخصيه ودي صفحه شركتي. وممكن لو دخلت صفحتي الشخصيه ونزلت الخمس ست سنين 7 سنين هتلاقيني شخص معروف، وهتلاقي ليا اصدقاء، وهتلاقي امور كتيره جدا جدا تطمنك تقدر تخليك تتعامل معايا. هكذا قيس نفس الكلام ده على ناس كتير. يعني مثلا شخص قال لك انا فلان وفلان وبعت لك صفحته الشخصيه، خش يا باشا على صفحته الشخصيه وخد لك لفه كبيره وانزل سنه واثنين وثلاثه واربعه وشوف الراجل ده شخص معروف وشخص حقيقي. تيقن وتاكد طالما انت حاجه هتدفع فيها فلوس
لو ما اطمنتش ما تدخلش. وشكرا.